السلام عليكم. طيب التطبيق بتاعنا دلوقتي شبه مثالي جميل، بس في مشكلة واحدة لو عملنا هنا ريلود، ضفنا هنا تيست 2 وصف تيست 2 حفظنا بيرفكت، ضفت منشور تاني وحذفت وعدلت وعملت كل حاجة، لو رحت عملت ريلود المنشور بتاعي طار. هنا هنبدأ ان احنا نشتغل على فكرة ان احنا نخزن البيانات بتاعتنا. الموضوع ده فكرته كالتالي، الاول قبل ما ندخل في الكود، اللي انا هعمله المرة دي او اللي احنا هنعمله المره دي ان البيانات دي كل ما يضيف لي بيانات هحطها في اري، وهعمل بوش للاري دي، كل ما يضيف لي بيانات هحطها في الاري والاري دي في الاخر هحطها في لوكال ستورج، اخزنها في لوكال ستورج. ده اول جزء واللي هنعمله في الفيديو ده. الجزء الثاني اديكم نبذه عنه، لكن هنرجع نشرحه بشكل كويس طبعا في الفيديو بتاعه. ان احنا اول ما الصفحه تحمل هنروح نجيب اللوكال ستورج ده، نرجع البيانات لان احنا الجيسون بنعمل لها بارس زي ما احنا عارفين او زي ما درسنا، واروح اعرضها، اروح اعمل لوب علشان اعرضها هنا. اول الموضوع واحده واحده. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا لما اضيف حاجه دي حاجه زي كده احطها في اري، هنا هاجي هقول له let posts list وهتبقى اري فاضيه، وهاجي لما نضيف بيانات جديده قبل ما افضي الانبوتس، قبل ما اخلي الانبوتس نل، لان انت لو رحت عملتها بعديها هيحط لك فاليو فاضيه. هاجي هنا هقول له بوستس ليست بوش، هعمل لها بوش وهحط هنا اوبجكت من كي وفاليو. هحط التايتل، هنحط القيمه بتاعته اللي هو فورم تايتل دوت فاليو، هحط الديسكريبشن وهقول له فورم ديسكريبشن دوت فاليو، هنحط عندنا ايه كمان الايمج، وهقول له فورم ايمج دوت فاليو هي كمان. كده الكل هنطبعه ده في الاخر علشان نشوف احنا بنعمل ايه. كونسول دوت لوج نطبعه علشان نشوف البيانات بتاعتنا بالشكل ده. كده اللي انا بعمله ايه في الحته دي عشان نمشي خطوه بخطوه، كل ما بيحط لي داتا بروح حاططها في الاري دي، اروح حاططها في الاري، اعمل لها بوش للاوبجكت بالشكل ده. هاجي هنا هعمل ريلود، هعمل تيست 2 تيست 3 ونعمل هنا ناخد رابط الصوره علشان هيروح، ونعمل حفظ زي ما انتم شايفين. ضافها هنا اللينس بتاعها 1 وضافها لي هنا باندكس 0. نروح حاطين بيانات تاني، نحط رابط الصوره زي ما انتم شايفين، المره دي بقى 2. نحط تاني، نحط رابط الصوره، المره دي هيبقى 3، يعني كل مره بيحطها. باقي ان انا احطها في اللوكال ستورج علشان البيانات دي ما تروحش، يعني احطها بقى في اللوكال ستورج علشان لما اعمل ريلود وارجع الاقيها. فهاجي هنا هقول له هنا لوكال ستورج دوت سيت ايتم، وهقول له هنا ممكن اقول بوستز ليست اولد بوستز، اسميها زي ما انا عايز. انا مقتنع بفكره الاولد بوستز ومقتنع بفكره برضو البوستز ليست، واحط فيها الكلام ده بس بعد ما اعمل له بارس. فعلشان اعمل له بارس هقول له جيسون، بعد ما اعمل له يكون سترينج، مش هينفع ان انا اخزنه كجيسون لان اللوكال ستورج ده بياخد سترينج مش بياخد جيسون. هقول له هنا جيسون بالشكل ده دوت هنا سترينج فاي، وهديله البوست ليست دي. البوست ليست اللي بيحصل لحد دلوقتي ان انا كل ما بضيف اليمنت جديد بيروح يحطه على الاري دي ويروح للايتم اللي اسمه بوست ليست في اللوكال ستورج. لو لقاه بيروح مبدل البوست ليست القديمه بالبوست ليست الجديده، وده كويس علشان يحط لنا الحاجات الجديده. لو ما لقاهوش فبيروح عامله ويحط البوست ليست. نروح نشوف الكلام ده. نعمل هنا 1 1 2 2 حفظ، 3 3 3 3 حطينا الصورة حفظ. لو رحنا هنا في الابلكيشن او في الابلكيشن لوكال ستورج هتلاقوا ان البيانات متخزنة عندي بالشكل ده. لو عملت هنا ريلود البيانات لسه موجودة لكن راحت من هنا. كده الصفحة حملت، هبدأ بقى ان انا لود ذا اولد بوستز، اعمل لود للاولد بوستز دي. بس ده خلونا نخليه في الفيديو الجاي علشان نبقى ماشيين خطوة بخطوة في التطبيق ده ان شاء الله، فنعملها في الفيديو الجاي ان شاء الله.